والعلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة شباب. دعوني بداية أرحب بضيفي وصديقي وزميلي في الاستديو عبد الرحمن. أهلا وسهلا عبد الرحمن. حياك الله أخوي عبد الرحمن وحيا الله المشاهدين والمتابعين الكرام. حلقة جديدة ببرنامج ساعة شباب. مشاهدينا الكرام، دعونا نذهب إلى أولى فقراتنا في هذه الحلقة وجلسة سمر. طيب عبد الرحمن، انتشرت أخيرا، دعني أناقش هذا الموضوع معك ومع السادة المشاهدين أيضا، انتشرت مؤخرا كثير من الأفكار التغريبية المسمومة التي بثها لنا الغرب لتحدنا عن ديننا الإسلامي وعن مبادئنا وعقائدنا السليمة التي نشأنا عليها والتي هي الصحيحة بلا شك. مثل طبعا منها كثير، مثل دعنا نذكر بداية الشذوذ الجنسي، وهذا منتشر في الآونة الأخيرة بشكل كبير. نجده في المسلسلات مثل منصة نتفليكس تروج لهذه الأفكار بشكل كبير، ومن ذلك أيضا منصات أخرى، ومن ذلك ندوات، ومن ذلك حتى أخرجوا لهم علم خاص تجده منتشر في كل مكان، تلقاه يعني في السوق، تلقاه في الشوارع وفي كل هذه الأماكن. فكرة الشذوذ الجنسي وانتشارها بين الشباب وبين مجتمعنا بشكل عام، ما رأيك فيها عبد الرحمن؟ والله يا عبد الرحمن، هذا موضوع مهم جدا، خصوصا بين دائرة الشباب الذين انفتحوا على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأثرت بهم كثيرا. من الأشياء التي أثرت فيهم هو مشروع التغريب. ودعنا عبد الرحمن، قبل أن يعني أعلق على موضوع الشذوذ الجنسي، دعنا نفصل في كلمة تغريب. ما هو التغريب؟ ما هو تعريف التغريب؟ يقولون التغريب هو تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وأيضا فنية، يرمي إلى صبغ حياة الأمم بأسلوب الغرب، ويرجع ذلك لأهداف أهمها التبعية الحضارية الكاملة للغرب ومآلاتها وما تأوي إليه. طبعا هذا التعريف يفصل لك بشكل كامل ما هو التغريب، ماذا يريد منك الغرب. من أهم الأفكار التي يروج لها الغرب في الآونة الأخيرة تحديدا هي الشذوذ الجنسي كما ذكرت. ولو ذكرت قبل 20 سنة الشذوذ الجنسي لأي شخص سواء طفل كبير صغير سوف يمقت هذه الفكرة، وأساسا ما راح يستوعبها. نعم. راح يقول أنت قاعد تتكلم من إيش. ولكن الآن تقول الشذوذ الجنسي، ممكن شخص يعني يتضايق شوي، تلقى ملامح وجهه تتغير، ولكن عادي يتقبلها. ليش؟ أنها كثر سماعها وكثرت في الأذهان. وهذا هو بالضبط ما يريده الغرب من ترويج هذه الأفكار. جميل. هي تقريبا دعنا نحصرها كلها، نقول تحت مسمى الحرية المزعومة اللي يبغون ينشرونها الغرب. فلذلك تجد الشذوذ الجنسي. فإذا جاك واحد قال لك والله أنا ما أرغب، ما أميل إلى امرأة، أميل إلى رجل، أو بنت قالت لك أميل إلى بنت، يجد الغرب في هذا متنفس في قضية الحرية الشخصية، اللي خليه يسوي اللي يبي، هو يبغى كذا، هو فكرة زي كذا، هو رغبته زي كذا، هذه حرية. ومنها أيضا من الحريات اللي يروج لها الغرب أو المجتمع التغريبي الإلحاد. صحيح. وهو أصلا يعني هدف رئيسي عندهم، يعني يقدرون بهذا الهدف أنهم يسيطرون عليك عقليا ويمحون عنك الدين الإسلامي، وهو الهدف الرئيسي بلا شك لديهم. صحيح. تلقاه يروج لك فكرة الإلحاد، فلا وجود للرب بالأدلة والقوانين والطبيعة وما كلها باطلة، كلها مزيفة، كلها ما لها أساس من الصحة. فلذلك تجد أنه يروجها لك تحت مسمى الحرية. أنت ما تؤمن فيه، ما تبي تصلي، متكاسل عن الصلاة، متكاسل عن إقامة عباداتك، خلاص يا أخي أنت غير مسلم. ليش أنا غير مسلم؟ لأن أصلا ما في رب، روجك إياه بهذه الصورة. صحيح. فكونه ما في رب، خلاص أنا إنسان حر، أنا طليق، أنا أفعل اللي أبغى بدون أي تقييد للحريات.
صحيح، وهذه من أهم الأفكار التي يروج لها الغرب. دعنا نقول أنها هي الهدف الأساسي نعم. والغاية الأسمى، أنه يمنعون عنك إيمانك بربك والصلة والعلاقة التي لا تنتهي حتى الممات. يقال، وأذكر هذه ذكرها الشيخ الدكتور البروفيسور جلال الدين في الحلقة الاستثنائية لساعة شباب، أنه عندما اجتمعت الأمم المتحدة أو اجتماع، والله لا أذكر المنظمة بالضبط، ولكنهم قالوا أننا فشلنا في نشر النصرانية بين الشعب الأفريقي، تحديدا منطقة الحبشة. فبرز إليهم شخص وقال: نحن لم نفشل. طبعا بالأدلة وبالأرقام عفوا، الرقم الناس الذين يتبعون الدين النصرانية قليل، ولكن انبرى لهم شخص وقال: نحن لم نفشل، نحن نجحنا في طمس الإسلام من قلوب هؤلاء الناس. بمعنى أن الشخص يقول: أنا لست مسلما ولست نصرانيا، أو يقول: أنا مسلم ولكن ليست لدي إشكالية مع النصراني. ضعف الوازع الديني لديهم، وهذا يعني يعتبر هدف كبير حققه الغرب. تجد بعض الناس يقول: أنا ما عندي مشكلة مع الملحد، ما عندي مشكلة مع أنا مسالم. الإسلام، الإنسانية قبل الإسلام، وهذه مشكلة كبيرة أنك تجعل المرجع الأساسي هو الإنسانية وتجعلها قبل الإسلام وتفصل هذه عن هذه، بينما الإسلام داخل من ضمنه الإنسانية. فيقول: أنا مؤمن بالإنسان قبل أن أؤمن بالإسلام، ويحاول أن يفصل بينه. وهذه هي الأفكار التي يروج لها الغرب كثيرا، يحاولون يفصلون بين ثنتين. أيضا من الأفكار التي يروجون لها أيضا هي العلمانية، بحيث أنهم يفصلون الدين عن السياسة، يحاولون أن يفصلون الدين عن كل شيء حتى يهونون عليك من أمره. نعم، هو مثل ما ذكرت قضية الانتصار، انتصار لهم أنك أصلا ما تكون مسلم، بغض النظر أنت مسيحي، أنت ملحد، أنت غير كذا، أنت مجرد خروجك من الإسلام أو عدم اقتناعك الكامل بالإسلام هذا يعتبر انتصار لهم. صحيح. نسأل الله السلامة والعافية. وطبعا مثل ما ذكرنا كلها أدلة باطلة يروجها لك الفكر التغريبي، لأنه في كل شيء في هذه الدنيا لنا آية تدل على أن الله سبحانه وتعالى واحد. تحت مسمى الحرية نجد أيضا العلاقات المحرمة عبد الرحمن، على جميع الأصعدة، بين الشباب وبين البنات، بين الكبار والصغار. حتى أني أذكر أني كنت جالس مع أحدهم قبل فترة وقال لي أنهم في إحدى الدول الغربية يعلمون الطفل في المدرسة أن العائلة مكونة من 4 أفراد، من والدين ووالدتين، أي الوالد والوالدة وخليل الوالد وخليلة الوالدة، بهذه الصورة. هذه علاقة محرمة باطلة لا شك فيها. وأيضا العلاقات المحرمة اللي نشوفها في الشارع كما هو واضح، يعني العلاقات بين الشباب وبين الرجال، يعني يعتقد الإنسان فيها أنه يجد راحة، يجد شيء متسع من المتعة ومتسع من تضييع الوقت. لكن نجد أن هذا وإن كان تحت مسمى الحرية هو تقييد الحرية، لأنك أصلا ما أنت في علاقة سليمة أو ما أنت في علاقة زوجية صحيحة. ما رأيك في هذا؟ صحيح عبد الرحمن، هذه أيضا من العلاقات أو من الأفكار التي يروج لها الغرب كثيرا، العلاقات المحرمة. وتجد أنه يأتي بها الغرب من ناحية أنه ما أنت رجال، ما عندك صديقة، ما أنت ألست جميلة، ألست رائعة، ألست مطلوبة لدى الشباب. لماذا يعني لا يوجد لديك خليل أو بوي فريند كما يقولون أو جير فريند؟ فتجد أنهم يقلون من قيمتك. فبالمقابل بنتيجة عكسية مباشرة تجد أن الشخص يحاول أن يثبت نفسه. يقول: أنا عندي صديقة، بعضهم يفخر أنه يكون عنده أكثر من صديقة، يقول: أنا عندي 3 و4 و5 وما عندي مشكلة. وبعض البنات تقول: أنا عندي 3 و4. وهذا والله المستعان من الأفكار التي تسللت إلى داخل الشباب، خصوصا أنه سهولة الأمر الآن مع مواقع التواصل الاجتماعي. العلاقات الإلكترونية المحرمة أيضا موجودة، يعني علاقات واقعية ممكن تكون أنها مقيدة في بعض الدول، كون المجتمع قد يراك، الوازع عفوا الناس ممكن يشوفونك فما تأخذ راحتك. نعم. ولكن العلاقات الإلكترونية أنت وجوالك موجود بين يديك. ممكن أنك أنت عشرات العلاقات المحرمة تقضيها في هذا الجوال. والله المستعان. هذه من الأفكار التغريبية التي قلما يذكرها البعض الآن بحكم أنها صارت عادات بين الشباب، ولكنها فعلا من الأفكار التي عمل عليها الغرب كثيرا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. طيب، هذه في قضية العلاقات المحرمة عبد الرحمن. ماذا عن شرب الخمور والترويج لها؟ برضو مما يجر من تبعات العلاقات المحرمة شرب الخمور. كيف؟ بعض الناس يقول: يا أخي أنا والله طالع مع خليلتي أو طالع مع صاحبي
وين نطلع مثلا؟ نطلع المكان الفلاني، بكره المكان الفلاني، بعد المكان الفلاني. بعدها تتطور علاقة أساسا هي علاقة محرمة، فبالتالي ما دون ذلك أمر مهين، فتجد أنه شرب الخمر بالنسبة لهم أمر عادي. نعم. أيضا بعض الناس يعتبر شرب الخمر عبارة عن متنفس، كون أنه يذهب بعقله بعيدا عن الأرض أو بعيدا عن الأفكار، فتجده ينسى أو يفرغ عن نفسه أو لا يفكر. مشكلة المشاكل أنك تفكر فيها، فمجرد شرب الخمر أو مجرد أخذ هذه المشروبات الروحية تجد أنك تنسى. فبالتالي هذه أمور روج لها الغرب كثيرا، وخصوصا في مسلسلات. جميل. نذكر الآن في منصات كبيرة مثل منصة نتفليكس التي تروج أيضا هذه الأفكار، تجد أنه الشخص عندما يتضايق أو عندما تحصل له مشكلة، أو أيضا في العكس تماما عندما يحتفل بأمر ما، مباشرة أول ما يذهب إليه وشرب الخمر. جميل. تحت مسمى الحرية أيضا ما بني على باطل فهو باطل. نعم. أصلا أنت طالع في علاقة محرمة مثلا على صيد العلاقات، تجد أنك يعني تستسهل شرب الخمر، تستسهل مثل هذه الأمور، تستسهل الزنا مثلا لا سمح الله. شرب الخمور مثل ما قلت يا عبد الرحمن، إذا كان يعتقد الإنسان أنه يعني سينسيه الهموم وينسيه الهم والغم، فهي لفترة مؤقتة. ترجع في اليوم اللي بعده خلاص وقد ذهبت السكرة. نعم. تصحى ولا زالت همومك هي همومك، لم ينحل منها شيء، بل أكثر بل أسوأ. نعم. بينما لو استغليت تلك الليلة وسجدت لله سبحانه وتعالى ولجأت إليه ودعوته وكذا، ممكن أنك تصحى اليوم الثاني وقد حلت أمورك بفضل الله سبحانه وتعالى وبمعونته. الخمر لن يفعل لك شيئا، وإن كان ما سيفعله لك فهو مؤقت وله عذاب في الآخرة. نعم. فهو يعني عائد عليك بالضرر لا محالة في كلا الحالتين. أخيرا عبد الرحمن، دعنا نتحدث عن من الأفكار التغريبية المروجة من الغرب، فكرة التفكك الأسري، أنه يصير الأب ما له سلطة على أبنائه مثلا، أو الأبناء يصير لهم كامل الحرية في اعتقاد أي معتقد أو في الإيمان بأي فكرة تأتي في رأسهم. ما رأيك في هذا؟ التفكك الأسري هو غاية، ولكن وسيلة أنهم يذهبون إلى هذه الطفلة أو إلى هذا الطفل أو إلى هذا الشاب أو هذه الشابة والمراهقين، يقول لهم يا أخي أنت شخص مستقل بذاتك، ليش الوالد يملي عليك هذه الأوامر؟ لماذا الوالد يملي عليك هذه الأوامر؟ أنت اللي تختار دينك، أنت اللي تختار أفكارك، أنت اللي تختار معتقداتك. هذه الأفكار المجتمعية أخرج من المجتمع. بعضهم يقولون يعني كفاية خوف من المجتمع، أنا أريد أن أصبح بهذه الطريقة. لا، خاف من المجتمع، لأن المجتمع إذا البيت ما قومك، إذا المجتمع ما قومك، ما الذي سوف يقومك؟ نعم. الأصل في الإنسان أنه يتبع هواه، دعنا من الأصل من فطرة الإنسان، ولكن الأصل في الإنسان إذا ما حارب هواه أنه يتبع هواه. والهوى يقول الله عز وجل في كتابه أفمن اتبع اللهم صل على محمد، لا تحضرني الآية، ولكن من أنواع الشرك بالله أنك أنت تتبع هواك، لا تتبع الدين الإسلامي. فمن أعظم الأشياء التي تؤدي إلى التفكك الأسري أنه المرء يتبع هواه ولا يتبع جميل. المجتمع. ومن ذلك قولهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. إلى هنا متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان انتهت فقرتنا لهذا اليوم، وللحديث في هذا بقية، وإلى ثاني فقراتنا وحول العالم. مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد. دولتنا لهذا اليوم هي قديما كانت دولة عظيمة مسلمة تسمى الدولة الأندلسية، وكان يحكمها بني أمية، قد كانت مهدا لكثير من الحضارات والعلوم السياسية، وقد خلقت أيضا تراثا معماريا كبيرا ومكاتب تاريخية وأيضا مساجد أثرية. إذن الأندلس وهي الآن أسبانيا، والتي شكلت منارة للعلم والازدهار في أوروبا آنذاك، في حين كانت باقي القارة تقبع في الجهل والتخلف عبد الرحمن. وأصبحت مدينة قرطبة إحدى أكبر وأهم مدن العالم، ومركزا حضاريا وثقافيا بارزا في أوروبا، ومنافسا لبغداد عاصمة الدولة العباسية آنذاك. ساهم العلماء الأندلسيون على اختلاف خلفياتهم العرقية والدينية بالتقدم في مختلف أنواع العلوم في العالمين الإسلامي والمسيحي. ومن هؤلاء على سبيل المثال جابر بن أفلح في علم المثلثات، وإبراهيم بن يحيى في علم الفلك، وأبو قاسم الزهراوي في الجراحة، وابن زهر في الصيدلة، وغيرهم الكثير. طبعا هذا جاء عبد الرحمن بعد اعتمادهم على العلوم الموجودة والتي أنشأوها في تلك الفترة،
علماء بغداد والمشرق الإسلامي عامة، وأيضا علماء الإغريق. لكن لم يدم الأمر طويلا للأسف، وبدأت الأندلس بالاستقلال بعلومها الخاصة في عهد عبد الرحمن الناصر، وقد ظهر منهم من ذكرت قبل قليل. على الصعيد الأدبي كانت لأشعارهم طابع خاص، طابع مختلف عما عرفناه في الشعر وفي الأدب عموما، امتاز بالوصف والرثاء، ورثاء الممالك الزائلة والاستنجاد بالرسول وكبار الصحابة، ونظم العلوم والفنون والشعر الفلسفي فيها الكثير، كما امتاز معانيه وأفكاره بالوضوح والبساطة والبعد عن التعقيد والتلميح إلى الوقائع التي كانت لديهم آنذاك، وكانت بعيدة أيضا عن الألفاظ الغليظة، كانت سهلة وألفاظها خفيفة. ومن ذلك قولهم: جادك الغيث إذ الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة مختلس. وأذكر كذلك ما عرفناه من ابن الفارض، عفوا ابن زيدون، يقول: أثرته زبر الشرى إذ ربض، ونبهته إذ هدى فاغتمض. كلها من الأبيات اللي فيها من الوصف والغزل والرقة الشيء الكثير. نعم. عبد الرحمن شهدت الأندلس فترتين، فترة المد، وهذه الفترة التي كانت تسير على نهج الشعر المشرقي المعروف. أما فترة الجزر وهي الفترة الثانية فقد شهدت تغيرا وتميزا أدبيا كبيرا، ومواضيع جديدة كرثاء المدن والدول الزائلة. وفي تلك الفترة، فترة الجزر، ظهرت الموشحات الأندلسية. جميل. وظهور الموشحات كانت نتيجة لاحتكاك المسلمين بالأسبان آنذاك. نعم. وكانت يعني نقدر نقول أنها استجابة لرغبة فنية، حيث أن أشعار المسلمين آنذاك كانت ثقيلة، أو أشعار العرب بشكل عام، امرؤ القيس والمتنبي وجرير والفرزدق وأبو تمام وما إلى ذلك، أشعار غليظة. وأما الغناء عند الأسبان فكان رقيقا، كانت آلاتهم رقيقة، وكانوا كانت لهم ألحان رقيقة، فكان صعب الدمج بينهم. فلذلك ظهر ما يسمى بالموشحات الأندلسية، والتي ذكرت منها قبل قليل: جادك الغيث إذ الغيث هما. نعم. فأصبحت هنالك نوع من أنواع الشعر يسمى الموشحات، رقيق اللفظ، سهل المعاني وسهل الحفظ وسهل الغناء أيضا، فتغنوا به الأسبان وتغنوا به العرب، وكانت هذه نتيجة وظهر بها الموشحات. جميل جميل. طيب دعنا نتكلم على صعيد الفن المعماري، أو صعيد الفن البنائي. كانت لديهم فنون معمارية غاية في الحسن، وكان يضرب بها المثل. واشتهرت الأندلس أنها انقسمت في طوال تاريخها على 3 مراحل. المرحلة الأولى التي شملت جامع قرطبة التي تم بناؤه جنبا إلى جنب مع بعض مباني طليطلة. أما المرحلة الوسطى والمرحلة الثانية فشملت بناء منارة إشبيلية المعروفة التي أنشأها الموحدون آنذاك. أما المرحلة الثالثة فاشتملت على قصر الحمراء في غرناطة، الذي شيد وكان بمثابة عنوان صريح لما انتهت إليه العمارة الأندلسية. ولعل قصر الحمراء عبد الرحمن من أهم المعالم المعمارية التاريخية الأثرية، إلى جانب قصر قصبة ومدينة مالقا، أيضا من أهم المدن الأندلس، وكذلك إشبيلية وقرطبة وإندلوسيا. طيب دعنا نتحدث بشكل تاريخي. يعد فتح الأندلس أو افتتاح أو دخول الأندلس من الأمور التاريخية المعروفة، والتي عبارة هي عن امتداد طبيعي لفتوحات المسلمين، حيث فتحوا المغرب الأقصى شاملا هذه الدول، إلى أن وصلوا إلى أقصى المغرب العربي وتحديدا إلى الأندلس. والمعروف المسلمين عبد الرحمن كان يقودهم في تلك الفترة الخليفة الذي افتتح الأندلس هو الخليفة المعروف الوليد بن عبد الملك، الذي هج على هذا التوجه وأعطى السياسة الخارجية اهتماما خاصا وكبيرا بعد أن كانت الأوضاع الداخلية مستقرة. يعني رتب الخلافة الإسلامية من الداخل ثم بدأ في التوسع والفتوحات. جميل. وفي عام 1492 سقطت قرطبة، وكانت آخر قواعد المسلمين في الأندلس آنذاك، بعد أن سقطت جميع القواعد بيد الفرنج، وأصبحت الأندلس دولة مسيحية خالصة. وكان هذا من المحزن جدا للمسلمين آنذاك، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المآذن تبكي وهي عيدان، وهذا من رثاء الأندلس. واليوم الأندلس مع الأسف هي دولة تسمى بإسبانيا، يقصدها الكثير من السياح راغبين في النظر
الاستمتاع بمعالم الإسلام والمعالم التاريخية الإسلامية الشهيرة. وللأسف يعني إسبانيا ليس لديها تاريخ أبدا، هي تاريخ حديث، ولكن الأندلس هي من صنع إسبانيا الحديثة. العاصمة مدريد، واليورو هي العملة الرئيسية لأسبانيا التي يسكنها أكثر من 47 مليون إنسان في هذه اللحظة. تعد إسبانيا عبد الرحمن، والحديث هنا عن دولة إسبانيا وليس الأندلس، هي دولة ديمقراطية ذات حكومة أيضا برلمانية في ظل نظام ملكي دستوري. وتعد إسبانيا أيضا من البلدان المتقدمة، حيث أن اقتصادها يعتبر يصنف تاسع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. كما أن مستويات المعيشة في إسبانيا مرتفعة جدا يا عبد الرحمن، كون أيضا عملتهم اليورو واقتصادهم مرتفع، هذا يعني يساعد على أنه مستويات المعيشة مرتفعة جدا هناك. وأيضا تقع في المرتبة العشرين على مؤشر التنمية البشرية، وهي كذلك عاصمة كرة القدم كما هو معروف عبد الرحمن، والدوري المحلي لديهم من أقوى الدوريات على مستوى العالم، ويضم كثير من الأساطير على مر العصور وعلى مر التاريخ، ولديهم أقوى الفرق المنافسة دائما على صعيد دوري أبطال أوروبا وعلى صعيد كأس العالم للأندية كذلك. ولديهم من الأسماء الشهيرة التي خلدها التاريخ وخلدتها الكلمات. وتتمتع عبد الرحمن إسبانيا بثقافات وأعراق كثيرة مختلفة. هذا الاختلاف وهذا التطور ساعدهم على بناء مباني مختلفة وثقافات مختلفة أثرت بشكل إيجابي على المباني والجماليات الظاهرة، أيضا سواء كان مما كان يبنيه المسلمون سابقا أو مما بناه الإسبانيون الحاليون، وساعد في بناء حضارة جديدة لهم. والتنوع الثقافي أيضا ظهر على فنهم، فقد كان الفنانون الأسبان ذو تأثير كبير في تطوير مختلف الحركات الفنية الأوروبية. وعرف الفن الأسباني وعرف الفن الأسباني عددا كبيرا من التأثيرات التراث الإسلامي كما ذكرنا في العهد الأندلسي في أسبانيا وغيره الكثير، ولا يزال هذا واضحا اليوم في مدن مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة. أما التأثيرات الأوروبية فتشمل إيطاليا وألمانيا وفرنسا. نعم عبد الرحمن، الحديث عن الدولة الأندلسية وإسبانيا، دعني عبد الرحمن قبل أن أختم هذه الفقرة دعني أطلب منك طلبا أن تذكر لنا قصيدة المعروفة في رثاء الأندلس. لا أذكر من، أتوقع أنه أبو البقاء الرندي. أبو البقاء الرندي، نعم. ودنا عبد الرحمن تذكر لنا أبيات منها قبل أن نختم هذه الفقرة. نعم. حين سقطت الأندلس وقد ذكرنا بعض أبياتها، قال: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، حتى المآذن تبكي حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المآذن تبكي وهي عيدان. إذن بهذه الأبيات مشاهدينا الكرام نختم فقرة حول العالم، والتي كانت عن إسبانيا الدولة الأندلسية. فاصل قصير ثم نعود إليكم إلى آخر فقرات هذا البرنامج، فابقوا معنا. أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا إنا أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لنسفعا بالناصية والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ألم نشرح لك صدرك، لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، وفرعون ذي الأوتاد، وسيجنبها الأشقى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. كل ذلك في برنامجكم سير وأعلام، وهو برنامج تفاعلي
يحتوي على سير وأعلام ومناسبات وهدايات في جزء عامة المبارك، فانتظرونا في الأوقات التالية. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده، أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها طرا وخيرا أمروا. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وإلى آخر فقراتنا في هذه الحلقة وسبورتس. إذن بعد كل هذه الأحداث، السنغال بطلة لكأس أفريقيا، وكبير أوروبا يسقط كبير آسيا. وإليكم التفاصيل مع عبد الرحمن في هذه الفقرة. عبد الرحمن، بداية السنغال ختاما بطلة لكأس أفريقيا، هل تستحق البطولة في رأيك أم لا؟ نعم عبد الرحمن، انتهت هذه البطولة التي يعني حوت على الكثير من الأحداث الشيقة والماتعة لجمهور كرة القدم. السنغال بطلة لكأس أفريقيا وهي مستحقة، ونقول هارد لك لمنتخبنا المصري الشقيق. طبعا السنغال أدت بطولة يعني قوية جدا، ولا لا لا غرابة. يعني السنغال التي تحمل الكثير من النجوم، كل تقريبا 90% من تشكيلة السنغال الأساسية كلهم يلعبون في أوروبا وأساسيين في فرق كبيرة جدا، يعني يقودهم الكابتن ساديو ماني. عندك الحارس إدوارد مندي أفضل حارس في أوروبا، عندك إبراهيم غانا جايه، عندك أسماء كبيرة جدا تلعب في مختلف الفرق الأوروبية. لا عجب نقول هاردك منتخب مصر أدى الذي عليه وزيادة، أنك تلعب 120 دقيقة 4 مباريات خلال 10 أيام، هذا جهد بدني كبير جدا، ناهيك عن الإصابات، ناهيك عن أمور كثيرة. كانوا يستحقون بها البطولة، لكن ما حالفهم الحظ. صلاح وماني أصدقاء الأمس وأعداء اليوم في النهائي. كان وإن كان جدير بالذكر أن ساديو ماني ضيع ضربة جزاء في مباراة نهائية، وهذا نادر الحصول، لأن ساديو ماني لاعب لا يضيع مثل هذه الفرص، وخصوصا في مثل هذه المناسبات. نقول أخيرا هارد لك المنتخب المصري، ومبروك لمنتخب السنغال. طيب يا عبد الرحمن، هل تعتقد أن البطولة سارت على النحو المتوقع ولا كانت فيها مفاجآت؟ نعم كان فيها مفاجآت. المفاجأة هي وصول مصر إلى النهائي.
كونها كانت تعاني في دور المجموعات بخسارة أولية ثم تعادل، المباراة الثانية فازوا ولكن بشكل يعني بشكل صعب يعني بشكل كبير، بشكل صعب جدا. ثم أتت مباريات دور 16 نصف النهائي ثم النهائي. كل هذه المباريات كانت الواضح جدا فيها أن مصر كانت تعاني، ولكن أنا أعتقد أنه الذي وصل بمصر إلى النهائي هو تاريخها العظيم، وأنه إحنا وصلنا للنهائي قبل ذلك. لماذا نصل في هذه النسخة؟ مصر لعبت باسمها، نعم، ولم تلعب بمستواها الحالي. على النقيض تماما او على العكس تماما، الطرف الثاني في النهائي كان متوقعا ومرشحا من بدايه البطوله انه السنغال، خصوصا انه كانت النسخه الماضيه النهائي كان بين الجزائر والسنغال الذي فاز فيه الجزائر، فالسنغال ما هي غريبه عليها، ومبروك للسنغال اول بطوله قاريه لهم. مع وصول مصر الى الحارس الثالث بحكم الاصابات، وهو شيء غريب ونادر الحصول بعد اصابه الحارس محمد الشنيري، يظهر اسمه محمد شناوي، نعم الشناوي، نعم، ودخول الحارس الثاني وإصابة الحارس الثاني، لكنه استكمل بعدها مباريات النهائي. منها إلى ديربي ميلان. عبد الرحمن، ما رأيك في المباراة؟ ديربي ميلان هذا الديربي الأقوى والأشهر والأعظم في التاريخ. لا أعتقد أنه يوجد ديربي أعظم من ديربي ميلان. تجد في مدينة واحدة فريقين بهذه العراقة وبهذه الأسماء. ديربي انتهى بفوز اي سي ميلان على انتر ميلان. انتر ميلان الذي يقبع في الصدارة بفارق نقطة الآن عن ميلان مع مباراة المؤجلة، وأعتقد أن هذه المباراة كانت مفصلية في الدوري. لو فاز الانتر ميلان، لو فاز الانتر كان سوف يحسم الدوري بنسبة كبيرة جدا، ولكن هذه المباراة أعادت الروح إلى اي سي ميلان، ولا زلت أعتقد أنه بطل هذه النسخة هو انتر ميلان. مباراة عبد الرحمن كانت شيقة جدا، انتهت ب 2-1 لإي سي ميلان. عاد بالمباراة اللاعب والمهاجم أوليفر جيرو، حيث سجل هدفين في غاية الروعة. وبمناسبة أوليفر جيرو من اللاعبين الكبار جدا الذين لم يأخذوا حقهم من ضمن المهاجمين، كون أنه لم يستقر في فريق واحد، انتقل من عدة أفرقة، ولكن الآن هدفينه أمام انتر ميلان يعيد إليه الروح، يعيد إليه الشخصية. أعتقد سوف يعني نجد نسخة أفضل بكثير لجيرو. نعم. بشكل عام أنا أعتقد أنه عبد الرحمن أنه اي سي ميلان لن يستطيع الفوز بالدوري الدوري الإيطالي، ولكن بشكل عام إن شاء الله أنه نقدر نقول أنه ممكن يضمن مقعد أوروبي. كون اي سي ميلان مستواه لا يساعده غالبا في المباريات هذه وفي الدوريات هذه. الذي يساعدك مو تشكيلة أساسية، الذي يساعدك هي الدكة الاحتياطية. عبد الرحمن، نطير من ميلان إلى إسبانيا، حيث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد الذي انتهت ب4-2. ما رأيك مباراة عبد الرحمن؟ صدمة لكل شخص برشلوني أو لكل مشجع لبرشلونة. هذه المباراة بعد تخبطات وبعد يعني وصول متأخر إلى نتيجة مثل هذه، تكون النتيجة هذه أمام أتلتيكو مدريد مع مدرب تشافي. أخيرا نقدر نقول أن برشلونة بدأ يسترجع شيء من الهيبة، بدأ يسترجع شيء من المكانة في هذه المباراة. لعب بأسلوب ممتاز وجميل جدا، ذكرنا فيه بأيام المدرب بيب جوارديولا، ولعب بأسماء يعني أدت أداء عظيما. داني ألفيش بعد غياب طويل عن الدوري الإسباني رجع إلى الأرض الإسبانية وسجل هدف في هذا، وكأنه يقول الأرض أرضي والزمان زمانية. أيضا عندك جوردي ألبا اللي جاء بهدف خرافي جدا وأسطوري ويسجل في التاريخ صراحة، أهنيه عليه صراحة. وعندك أيضا هدفين لأتلتيكو مدريد من سواريز الذي لم يحتفل وفاء لفريقه السابق. عبد الرحمن، هدف لسواريز وصناعة من سواريز، نعم، لم يحتفل بها. ما رأيك أنت في المباراة؟ نعم، أنا رأيي في المباراة عبد الرحمن أنها هي المباراة التي سوف تعيد برشلونة إلى منصة التتويج، أو على الأقل سوف تعيد الروح إلى برشلونة. انتصار تشافي على سيميوني في هذا المباراة وفي هذا الوقت الحساس من الدوري، وعلى منافس مباشر على مقعد أوروبي. دعنا نقول للأسف أن برشلونة الموسم هذا هو هدفه مقعد أوروبي، وممكن يكون وصافة لريال مدريد، ولكن الدوري ما زلت أرى أنه صعب جدا على برشلونة كونه يمر بأزمات ومشاكل كبيرة. مباراة على صعيد المباراة أنا أعتقد أنه برشلونة أدى مباراة مثالية بالكامل، ولو أنه كان فيها فوات بسيطة في الدفاع في أولى الدقائق بسببها أتى الهدف الأول، ولكن بشكل عام مباراة أدارها تشافي بكامل
الإدارة الحكيمة. أيضا نشيد مستوى اللاعب أو المستقطب الجديد إلى برشلونة أداما تراوري، الذي زي ما تقول أنا قرأت تصريح لصحفي إسباني شهير يقول في 20 دقيقة أداما تراوري يعلم عثمان ديمبلي ما هي مهام الجناح. فعلا أداما تراوري أدى مباراة كبيرة جدا على الجناح، كان بعيدا عن المستوى والجهد البدني الذي قدمه، كان فعالا وخطيرا جدا في اتجاه مرمى، وبسببه يعني الهدف الأول كان من صناعته، والهدف الثاني أيضا كان من جهد من أداما تراوري. أنا أعتقد أنه أكبر مكتسبات برشلونة أولا المستوى الجميل الذي ظهر به، وأيضا هذا اللاعب الذي سوف تكون له الكلمة بلا شك في هذا الموسم. إذن يقبع برشلونة الآن في المركز الرابع ب38 نقطة، بفارق تقريبا 10 نقاط أو أكثر من ذلك عن المتصدر ريال مدريد. أتلتيكو مدريد أيضا متراجع المستوى، يقبع في المركز الخامس بعد برشلونة ب36 نقطة. لذلك نقدر نقول أن المنافسة غائبة في الدوري، مدريد ينفرد بالصدارة وما عليه في هذا خوف. من أسبانيا إلى آسيا ونصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سقط كبير آسيا كما عرفنا عنه أمام تشيلسي في مباراة صعبة كانت مقاربة المستوى، وإن كان لم يكن هذا هو المتوقع كونك يعني تأتيني بفريق أوروبي حائز على دوري أبطال أوروبا ويتنافس مع فريق حائز على دوري أبطال آسيا، المفارقة كبيرة. لكن الهلال أثبت أمس عكس هذا وأدى مباراة عظيمة وجميلة جدا، قارب فيها المستوى مع تشيلسي، ويعني كأنه يرسل له رسالة أنه حنا أنداد دوري أبطال آسيا ما يقل أهمية عن دوري أبطال أوروبا. ما رأيك في المباراة؟ القيمة السوقية يا عبد الرحمن نادي الهلال هي 60 مليون يورو، بينما القيمة السوقية لنادي تشيلسي تتجاوز 850 مليون يورو، فرق شاسع كبير. أنا أعتقد أنك لاعب مثل لوكاكو يزن كقيمة سوقية فريق نادي الهلال، إلا أن نادي الهلال لعب مباراة العمر. حق لكل هلالي أن يفخر بهذا الفريق، خصوصا في الشوط الثاني، بعيدا عن أول 20 دقيقة في المباراة أو الشوط الأول بشكل عام في المباراة. الهلال قدم مباراة أو شوط ثاني عظيم جدا جدا، حق لكل هلال أن يفخر بهذا المستوى الكبير. ودعنا نقول أيضا أنه أداء تشيلسي ساعد يعني أن يخرج بهذا المستوى، وهذا لا يقل من أداء يعني الهلال العظيم الذي أدى به هذه المباراة. ولكن دعني عبد الرحمن أنقل خطوة إلى الوراء في نهائي في بطولة كأس العالم للأندية، إلى ربع النهائي الذي كان بين الأهلي ولا أذكر فريق الذي انتهى بفوز الأهلي 1-0 رغم الغيابات، ثم الأهلي لعب مع بالميراس وخسر 2-0، والآن النهائي هو بين بالميراس وتشيلسي، بينما نصف المباراة تحديدا المركز الثالث والرابع هي بين الهلال والأهلي بطل آسيا ضد بطل أفريقيا. ما رأيك عبد الرحمن في المباراة التي سوف تكون؟ دعنا نتكلم عن النهائي بعد قليل، ولكن دعنا نتكلم عن المباراة الثالث والرابع بين الهلال والأهلي المصري. الأهلي المصري فريق عريق، والهلال لا يقل أهمية عنه في هذا. أعتقد أنها مباراة بتكون متكافئة الأطراف، وإن كنت أرى في رأيي الشخصي أن الكفة سترجح للهلال السعودي بحكم الأجانب أصحاب الأسماء الثقيلة التي أتوا بها مثل إيغالو، موسى ماريجا وبريرا أيضا في هذا. لكن أنا أقول دامها كلها أفريقيا عربية وهي مباراة جميلة، نضع الحزازات على جنب ونستمتع بكرة قدم جميلة. نعم. دعنا عبد الرحمن على عجالة نذكر أبطال أو عفوا نذكر ما حدث في الدوريات العالمية وأيضا في الدوريات المحلية مثل الدوري السعودي. يعني أول شيء نبدأ بالدوري الإنجليزي، حيث مانشستر سيتي فاز على فريق برنتفورد مباراة 2-0. مباراة كانت سهلة نسبيا على مانشستر سيتي. نجد أنه ترتيب الدوري الإنجليزي ما زال يخدم مانشستر سيتي، وهو المرشح الأبرز كما ذكرنا في البطولة يا عبد الرحمن. دعنا عبد الرحمن نتحدث أيضا عن الدوري السعودي. ما رأيك في الدوري السعودي؟ الاتحاد متصدرا للدوري السعودي والهلال بطل أبطال آسيا في المركز الرابع. يدل هذا على منافسة حامية جدا وشرسة يستطيع الاتحاد فيها إذا أكمل على نفس المستوى وبنفس الأسماء، وإن كانت لديهم غيابات مؤثرة هذه الفترة، أن يحصد
الدوري. ما رايك انت في هذا؟ انا اعتقد انه الاتحاد يواجه مباراه مصيريه في الدوري، هي مباراه غدا امام النصر. سوف نتحدث عن هذه المباراه باذن الله في الحلقه القادمه في فقره سبورتس. جميل، شاكرين لك عبد الرحمن، والشكر موصول لكم ايضا انتم الجمهور الاعزاء في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعه. الشكر ايضا لك اخي عبد الرحمن مره اخرى. شكر موصول اليك اخوي عبد الرحمن على هذه الحلقه وهذا التقديم. مشاهدينا الكرام، وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه، على امل اللقاء بكم في حلقات قادمه من ساعه شباب انس وصحاب. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.